السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال محمد رمضان، رجالة تانية ثانوي ورجالة الفيزيكس. يلا بينا مع مراجعة الحمد لله تقريبا نص المنهج من شابتر 1 لشابتر 3. عايز أقول لك المراجعة المرة دي أنا مغير الشكل بتاعها شوية. هي عبارة عن إني هفكرك بإذن الله بأهم المهم في كل الجزئية اللي بتيجي على الشابتر، مش هسيب حاجة. هيكون الاهتمام قوي في المراجعة دي اني افكرك بالقوانين بالافكار الحل والكلام ده كله. طب والحل حضرتك يا بطل بعد الفيديو ده، وانا مصر وهفضل اقولها طول الفيديو، هتلاقيني بقولها مع حضرتك في 25 فيديو مستنيينك، ما بين معاصر، ما بين كلاس وورك ليا، ما بين هوم وورك ليا، ما بين الويكلي اسسمنت، كل ده موجود. لا، لو انا يا مستر بعد ما خلصت المراجعه دي بجد واتفرجت عليها بجد وحفظت اللي حضرتك قلت لي عليه فيها، اعمل ايه والم جزء كبير وما عندكش وقت يعني؟ حضرتك هتروح على الخمس فيديوهات بتوع الويكلي اسسمنت، اشتري من مستر محمد رمضان، والخمس فيديوهات بتوع الهوم وورك، دول اللي بيجاب منهم الامتحان. يمكن احيانا بيجاب بالارقام كمان، لان دول الوزاره اللي حطاهم، فانا اهتم بيهم. لا يا مستر انا معايا وقت، يلا يا عم الجامد، بعد ما تخلص فيديو المراجعات دي عايز تتفرج على فيديوهات الشرح تاني اتفرج، عايز تتفرج على فيديوهات الهوم ورك كلها اللي انا عاملها ماشي، الكلاس وورك ماشي، المعاصر ماشي، براحتك. انت معاك بعد الفيديو ده فوق ال 30 كمان، ال 25 حوالي 30 فيديو، فبراحتك بقى اتفرج. يلا بينا. جينا قلنا الشابتر الاولاني كان متقسم لثلاث دروس، ويمكن ده كان اطول شابتر. تعال افكرك باهم المهم اللي قلناه. اول حاجه كنا بنتكلم على، قلنا الفيزيكال كوانتيتي، اي حاجه بتتقاس وليها يونت يبقى اسمها فيزيكال كوانتيتي. قلنا عشان نعمل عمليه ميجرمنت لازم اتكلم في ثلاث حاجات: الفيزيكال كوانتيتي الحاجه اللي هقيسها، الميجرمنت تولز ادوات القياس اللي هقيس بيها، وفي الاخر الميجرنج يونت. بدانا بالفيزيكال كوانتيتي، قلت لك بص، الحاجه that not defined from another physical quantity ما بتحتاجش كميات تانية عشان اجيبها، يبقى اسمها بيزك او فاندمنتال. مين اشهر ثلاثة فيهم؟ الماس واللينس والتايم. اما الحاجة اللي ما اعرفش اجيبها غير برول، يعني defined from another physical quantity، بجيبها من كميات تانية، بيبقى اسمها derived، زي الفيلوسيتي والاكسلريشن، الفوليوم. طيب اللي بعده، جينا قلنا اليونتس كان محطوط لها الاول زمان ثلاث انظمه: المتريك والفرنش والبريتش. حلو الكلام. طيب قبل ما ابدا احنا قلنا اهم ثلاث كميات في علم الفيزيكس مين؟ الماس واللينس والتايم. فتعال نشوف النظام المتري كان بيستخدم ليهم ايه، والبريتش والفرنش. خد بالك المشترك بينهم في الثلاثه هو السكند. يعني في المتريك سيستم كنا بنستخدم سكند، في النظام البريطاني سكند، في الفرنش سيستم سكند. طيب نبدأ بالمترك في اللينس. اللينس كان المترك بيستخدم متر، الماس كان بيستخدم كيلو جرام، التايم سكند. وعايز اقول لك مفاجأة، بص كده، المتر اولها ام، الكيلو جرام اولها كي، السكند اولها اس. فالنظام المترك ليه اختصار اسمه نظام الام كي اس. فلما يقول لك نظام الام كي اس يعني متر كيلو جرام سكند. البريتش كان بيستخدم وحدة الفوت او القدم. الوزن كان الماس كان بيستخدم الباوند او الرطل. والتايم سكند بص كده، اف بي اس. النظام الفرنسي النظام الرايق او الدلع، ده كان عبارة عن الجرام والسنتيمتر والجرام والسكند، يبقى نظام السي جي اس. طيب اللي بعده، جينا بعد كده ظهر نظام احدث، وده بقى اللي كلنا مشينا بيه، اللي هو النظام الدولي. استخدم 9 يونت. من فضلك ما فيهاش، لازم تحفظ الجدول. من ال9 يونت دول اقدر اجيب بقى كل اليونتس. ايه هم؟ يلا مع بعض. قلنا اللينس متر، الماس كيلو جرام، التايم سكند، الكرنت انتنستي شدة تيار امبير، التمبريتشر كلفن، الليمينوس انتنستي او شدة الاضاءة كانت بالكانديلا، الاماونت اوف ماتيريال كانت بالمول. بعد كده خدنا حاجه اسمها الفلات انجل. لو اشتغل على سطح فلات بتبقى الانجل اللي بتتجاب من عليه اسمها ريديان.
انما لو هشتغل جوه جسم مجسم فبشتغل بحاجه اسمها ستيريديان. اللي بعده جينا بعد كده قلنا الادوات التولز. قلنا احنا اهم حاجه عندنا مين ومين ومين؟ الماس واللينس والتايم. الماس او التايم كان زمان في الاور جلاس الساعه الرمليه، بعد كده بقى في البندولوم كلوك، بعد كده بقى في الستوب واتش. خد بالك لما يجي بكره في الامتحان يقول لك عايز اقيس زمن نزول جسم او سباق او متسابق، لو الحاجه فيها ستارتنج بوينت واندنج بوينت يبقى الاكثر دقه هنا مش الديجيتال، امال ايه؟ الستوب واتش. انما دايما الديجيتال هو الاحدث فهو الادق. الماس كان في زمان كان في الرومان سكيل اللي هو الروماني، اللي هو الجزارين بيستخدموه لحد دلوقتي على فكره في كتله الخروف اللي هو الميزان الروماني. كان في التو بان بالانس، حلو الكلام، كان في الوان بان بالانس. ظهر حاجه احدث اللي هي اسمها الديجيتال بالانس او يسموه السنسيتيف بالانس، الميزان الحساس. طب اللينس، ايه اللينس؟ قلت لك على حسب الايه؟ البعد. يعني لو حاجه بالمتر هستخدم لها متر تيب، لو حاجه بالسنتيمتر هستخدم لها الرولر، لو حاجه اصغر بالمليمتر هستخدم لها فرنير كاليبر. دي معكوسه معلش. يبقى تاني، طب لو حاجه بالمايكرومتر استخدم لها مسطره اسمها مايكرومتر. وهنا عشان خاطر دي مهمه جدا، لو حاجه بالمتر هتقول ريبون متر او التيب متر، حاجه بالسنتيمتر رولر، حاجه بالمليمتر فرنير كاليبر، حاجه بالمايكرومتر هتبقى برضو مسطره المايكرومتر. جينا قلنا الفرنير، من فضلك تتفرج على الفيديو بتاع الويكلي اسسمنت اول واحد، كنت شرح فيه كويس جدا الفرنير كاليبر وانا بقول لك هتيجي، انا مش دعوه. طيب جينا بعد كده اشتغلنا على الستاندرد يونتس. هي عباره عن يونتس بتتميز بالاستابيليتي. اشهر حاجه كان الستاندرد متر، الستاندرد كيلو جرام، والستاندرد سكند. الستاندرد كيلو جرام كانت عباره عن سلندر اسطوانه معموله من البلاتينيوم والإيريديوم. اشمعنى؟ ودي انا حاسس انها ممكن تجي لك بكره في الاي سي. البلاتينيوم doesn't rust، ما بيصديش، so more accurate. الإيريديوم doesn't affect by temperature so more stable. تاني اديني بقول اهو، اهم حاجه في الدش ده كله هيسالك عليها بكره البلاتينيوم والإيريديوم. البلاتينيوم doesn't rust، ما بيصديش، ما هو ده الدهب الابيض، so more accurate. الإيريديوم doesn't affect by change in temperature so more stable، ما بيتأثرش بدرجات الحرارة فعنده stability. ده كان الدرس الأول. هنقف شوية ونخش على الدرس الثاني. الدرس الثاني هنا كان بيتكلم على حاجة اسمها الدايمنشنال فورمولا. قلنا الدايمنشنال فورمولا عشان أجيب لك من الآخر، عشان خاطر ربنا لازم أروح الامتحان عارف اللي أنا هعمله ده. يعني أنت السبورة دي بعد ما اخلصها او اكتبها قدامك وقف الفيديو وتحفظها لي صم، ماليش دعوه، حفظتها هتعرف تحل اي حاجه. اول حاجه الدايمنشن فورمولا 3 حاجات: ماس، لينس، وتايم. الماس هنكتبها ام، اللينس هنكتبها ال، التايم هنكتبها تي. ايه دي يا مستر للناس اللي ما حضرتش شرح ولسه جايه تتفرج؟ اي كميه ربنا خلقها ليها قانون، انا اقدر اجيب لها حاجه اسمها دايمنشنال فورمولا. ازاي؟ هوريك بالمره. الماس بتتقاس بالكيلو جرام، اللينس بتتقاس بالمتر، التايم بتتقاس بالسكند. خلي دي معاك. طيب الحاجه الثانيه، لازم ادخل الامتحان حافظ الاربعه دول. الاريا، مش الاريا بتساوي اللينس في لينس، اللينس بتتكتب ايه؟ ال، تبقى ال سكوير. طبعا اللي معانا من اول السنه هو هيرصها. الاريا ال سكوير، الفوليوم ال كيوب، الفيلوسيتي ال تي نيجاتيف 1، الاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2، الورك او الانرجي. طبعا انا والله دلوقتي وانا بفكر قلت خلاص يعني بعد ما نحفظهم هاجي اوريكم بقى ازاي بتتجاب. حاضر. الورك او الانرجي، ولو ان المفروض ان انت حافظها يعني،
بس مش مشكله. ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. من فضلك يا فندم، من فضلك يا فندم هتوقف الفيديو على اللقطه دي وتقعد ورقه وقلم اسمع كلامي مش هتندم. قال لك انا اي حاجه في الدنيا ليها قانون ممكن اعبر عنها بحاجه اسمها الدايمنشنال فورمولا. ايه هستفيد بيها ايه؟ ان لو جبت الدايمنشنال فورمولا ابدا اجيب اليونت، وكمان اقدر اعرف اذا كان القانون ده غلط او قد يكون صحيح. تعال نشوف ازاي. خلاص والله اللي انا ايه قايلها، يلا بينا. جه قال لي انا عارف ان الاريا بتساوي لينس في ويتس. يلا تعال نحولها لدايمنشن فورمولا. اللينس لينس، الويتس لينس، تبقى ال سكوير. تعال نحولها ليونت، مش اللينس بالمتر يبقى متر ايه سكوير. طيب الفوليوم، انا عارف ان الفوليوم بيساوي لينس في ويتس في ايه في هايت. اللينس تبقى ايه ال، والويتس برضو اللينس، والهايت برضو لينس. اجيب لك من الاخر اي حاجه بتتقاس بالمتر او السنتيمتر تبقى لينس. طيب تبقى دي ال كيوب، اكتبها اليونت متر كيوب. ايه اللي بعده؟ الفيلوسيتي احنا عارفين انها بتساوي الديسبليسمنت على التايم. الديسبليسمنت تايم ولا ماس ولا لينس؟ لينس، والتايم تي. ده ما ينفعش، لازم الدايمنشن فورمولا يبقوا جنب بعض. فهطلع دي من تحت لفوق فبنعكس الساين فتبقى ال تي نيجاتيف 1. بالمناسبه اللينس بالمتر والتايم بالسكند نيجاتيف 1 او متر بير سكند. شايف دول؟ انا ممكن ازود جنبيهم ام. طب ازاي؟ اخليها باور كام؟ زيرو، لان اي حاجه باور زيرو بكام؟ 1، يبقى كاني ما حطيتهاش. طيب الاك سيلريشن، الله يا محمد الله يا محمد، فيلوسيتي على تايم. الفيلوسيتي لسه جايبينها بكام؟ ال تي نيجاتيف 1 والتايم تي. التايم يطلع من تحت لفوق، يبقى انا عندي من الاول ال تي نيجاتيف 1 وطلع معاها تي نيجاتيف 1 تبقى ال تي نيجاتيف 2. شفت بقى ازاي؟ انا بفكرك، عايز الشرح اتفضل روح على الشرح، انا بفكرك بالمهم. اللينس بالمتر، التايم بالسكند نيجاتيف 2 او متر بير سكند سكوير. طيب اللي بعده قال لي الفورس. خلينا في الدنستي الاول. الدنستي بتساوي ايه؟ ماس على ايه؟ على فوليوم. الماس بتتكتب ايه؟ ام، والفوليوم ال كيوب. عشان خاطري انا بقول لك ما فيهاش الاريا ال سكوير، لازم كده الاريا ال سكوير، الفوليوم ال، هتنجز معاك الفوليوم ال كيوب، الفيلوسيتي ال تي نيجاتيف 1 والاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2. طيب دي هتطلع من فوق لتحت تبقى ام ال نيجاتيف 3. طب ما انا ممكن احط تي، بس تي باور كام؟ زيرو، يبقى كاني ما حطيتهاش. الماس بالكيلو جرام واللينس بالمتر نيجاتيف 3 او كيلو جرام بير متر كيوب. حصل ولا لا؟ حصل. اللي بعده الفورس، الاف ايكوال ام اي، يعني ماس في اكسلريشن. الماس ام والاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2. حصل ولا لا؟ اهي. وخد بالك بقى هنا عندي الثلاثه اهو. طيب يلا نجيب اليونت. الماس بالكيلو جرام، اللينس بالمتر، التايم بالسكند نيجاتيف 2 او كيلو جرام متر بير سكند سكوير او نيوتن. ايه اللي بعده؟ تعال نجيب الورك. الورك قلنا الورك والانرجي حاجه واحده. تعال اقول لك ازاي. الورك طبعا هو هيديك القانون فورس في ديستانس. طب يلا الفورس لسه جايبينها بكام؟ ام ال تي نيجاتيف 2. طب والديستانس تايم ولا ماس ولا لينس؟ لينس، فهتتكتب ام تنزل زي ما هي ال وال تبقى ال سكوير. الله، مش دي الخمسه اللي انا قلت لكم احفظوها؟ ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. اي ورك او اي انرجي وانت مغمض بكره في الامتحان ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. اي ورك او اي انرجي، والنبي اعمل لنا قهوه. اي ورك او اي انرجي ام ال سكوير. ايوه انا معايا حد في الاوضه بس احنا مش عايزين نقول لكم. تعالى يا ابني تعالى بسرعه، مش هسخنت. اعمل لهم باي باي، اتكل على الله. ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. تعال نحولها لايه؟ ليونت. الماس بالكيلو ايه؟ جرام، اللينس بالمتر سكوير، التايم سكند نيجاتيف 2 او
كيلو جرام متر سكوير بير سكند سكوير او جول. لا انا مش قادر يا اولاد، لازم ارجع على انا حشيشه ولا ضبه، لازم احفظ دي ضروري. يلا مع بعض، الاريا يا عم ال سكوير، الفوليوم ال كيوب، الفيلوسيتي ال تي نيجاتيف 1، الاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2. اي ورك او انرجي ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. طبعا زي ما انتم شايفين الحمد لله في فرق كبير ما بين مستر محمد رمضان والباقي. ليه بقى؟ هنا مفيش بقى الهبل اللي بيتعمل على الارض والشغل الشمال، مفيش. راجل لراجل يا هلا، تعالى راجل لراجل يا انزل واشتغل وصور زي مستر محمد رمضان، ما تعرفش. يلا يبقى تاني، الاريا ال سكوير، الفوليوم ال كيوب، الفيلوسيتي ال تي نيجاتيف 1، والاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2. اي ورك او انرجي ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. بس هي هانت خلاص، قربت الحمد لله. ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. تعالى بقى نشوف الجزء الثاني، وده اللي انا بقى حاسس انه هيجي، اللي هو ايه؟ يقول لك قول لي اثبت لي الكوركتنس بتاع القانون ده. هيكتب لك قانون ويقول لك قول لي القانون ده صح ولا غلط. بعمل ايه؟ بروح اجيب الدايمنشنال فورمولا للليفت هاند سايد، واجيب الدايمنشنال فورمولا للرايت هاند سايد. والله لو الاثنين مش زي بعض يبقى ده انكوركت لو، لا يمكن. طب لو زي بعض اقول ميبي كوركت. ليه؟ لان ممكن احنا هنعرف دلوقتي واحنا بنعمل الدايمنشنال فورمولا، قلت لك الفراكشن والكونستنت والنمبر ملهاش دايمنشنال فورمولا. يعني ايه؟ بص كده، الفوليوم بيساوي ايه؟ 4 اوفر 3 باي ار كيوب. جه على جنب كده قال لي الفي ده فوليوم والار راديوس. يلا بينا تعال نشوف هنعمل ايه. بيقول لي بروف ذا كوركتنس، اثبت لي صحه القانون ده، قول لي صح ولا غلط. حاضر، هروح اجيب الدايمنشنال فورمولا للليفت هاند ايه سايد. مش الليفت هاند سايد فوليوم، يبقى هكتب ال كيوب واسمي دي رقم 1. يبقى انا لما قلت لجنابك لازم تحفظ لي دول، الموضوع منتهي. والله العظيم الحشاش واخدها مني، والله الاسيستنت اللي بيعمل له يعني بيكتب له ملازم، والله كان واخدها مني. طيب يبقى الدايمنشن فورمولا الليفت هاند سايد ها ال كيوب. طب تعالى نجيب الدايمنشن ايه فورمولا للرايت هاند سايد. يلا بينا. اولا ده فراكشن، الفراكشن ملوش لان ده مش كميه فكانه مش موجود. طيب الباي ده كونستانت، والكونست ده رقم برضو كانه مش موجود. طيب الراديوس ده اللينس، بس هو ار ولا ار كيوب؟ ار كيوب، يبقى ممكن اكتبها ال كيوب. فاقول القانون ده ميبي كوريكت، يعني ممكن يكون ايه صح. ليه؟ هو انا لو شلت 4 اوفر 3 وكتبت هاف، يا نهار اسود، اولا حجم الكره ما بيساويش كده، بس للاسف هتطلع برضو الليفت هاند والرايت هاند زي بعض، فعشان كده الصح ما نقولش كوريكت، نقول ميبي كوريكت. طيب تعالى ناخد مسألة تانية أنا بحبها. يقول لي إيه؟ اثبت إن وقول لي القانون ده كايناتيك انرجي بتساوي هاف ام في سكوير. حاضر. جه على جنب قال لي كي اي دي، ما هو لازم يعرفني دول إيه؟ ده كايناتيك إيه؟ انرجي. طيب وراح عامل معايا واجب، قال لي الدايمنشن فورمولا ام ال سكوير تي، وهو لو ما كانش دول ما انا حافظ، ما هو ده من الخمسه اللي لازم اخش حافظهم. طيب والام ماس، حاضر، والفي فيلوسيتي. يلا بينا، يلا نروح نجيب الدايمنشن فورمولا للليفت هاند سايد. مين الليفت هاند سايد؟ كايناتيك انرجي. الكايناتيك انرجي هو مديها بكام؟ ام ال سكوير تي نيجاتيف 2. هسمي دي رقم 1. يلا نروح نجيب الدايمنشنال ايه فورمولا. احنا عايزين نكبر الخط شويه. الدايمنشنال فورمولا للرايت هاند ايه سايد. يلا بينا. اول حاجه الهاف ده ملوش لازمه. طيب الماس ام، الفيلوسيتي ال تي نيجاتيف 1، بس استنى دي كلها باور 2. يلا بينا. الام تنزل زي ما هي، لما يكون عندك براكتس اضرب عادي اللي بره في اللي جوه،
1 في 2 بكام؟ ب2 يبقى ال سكوير. تي نيجاتيف 1 في 2 يبقى نيجاتيف 2. الله ده كده الله 1 و2 زي بعض يبقى اقول ميبي كوريكت. يعني الاثنين القانون ده ممكن يكون صح. بس كده. يبقى اذا في مساله الدايمنشن فورمولا او في لعبه الدايمنشن فورمولا خلاص احنا كده خلصنا اهم المهم. تخلص يا باشا هفضل اقول لك 25 فيديو بفضل الله اسئله بس روح اتفرج عيش وسيبنا عيش. يبقى لازم في الدايمنشن فورمولا ابقى عارف 5 حاجات. الاريا وتاني وبقول لك ثبت الفيديو تاني هفضل اقول لك ثبت لي الفيديو واشتغل عليها. الاريا ال سكوير اهي. الاريا ال سكوير، الفوليوم ال كيوب، الفيلوسيتي ال تي نيجاتيف 1 والاكسلريشن ال تي نيجاتيف 2. يلا بينا نخش على الدرس التالت بقى وده اللي انا بحبه اللي هو درس الباور. بص يا سيدي يمكن هخطفه لك على طول. هطلب منك طلب زي ما طلبت منك في حاله الدايمنشن فورمولا قلت لك في برضو حاجات لازم تحفظها لي. ليه ايه؟ شايف السبوره انا هقسمها ازاي؟ بص كده وعايزك عشان خاطري اللي هدولك ده يتحفظ صم. قال لك بص اليونتس اللي تهمني في شغل الباور النهارده او البريفكس ايه هو؟ المتر رمزها ام. طيب السكند رمزها اس. جميل جميل. الجرام رمزه جي. الامبير رمزه ايه. الكلفن رمزه كي. اتفقنا؟ فبسم الله الرحمن الرحيم كده قبل ما هنبدا لازم تبقى حافظ لي اليونت دي. يبقى المتر رمزها ام، الكلفن كي، السكند اس، الجرام جي، الكلفن الامبير اي. طيب جينا قلنا بقى في حاجه اسمها الباورز لازم تخش الامتحان حافظهم صم. ايه هم؟ اول ما اسمع كلمه جيجا، جيجا لازم اضرب في 10 باور 9 ورمزها جي كابيتال. ابوس ايديك الرموز والارقام مش هتعرف تعمل اي حاجه في الدرس ده غير لما تحفظ دول. عشان اجيب لك من الاخر. الميجا يعني 6 صفار فبضرب في 10 باور كام؟ 6 ورمزها ام كابيتال. ركز ابوس ايديك. الكيلو، الكيلو يعني 3 اصفار بضرب في 10 باور 3 ورمزها كي كابيتال. خد بالك انا كده في حاجتين قابلوني كي اهو صح؟ طيب السنتي، سنتي يعني جزء من 100 جزء فبيتكتب 10 باور نيجاتيف 2. النيجاتيف يعني جزء من. طيب وبيتكتب سي. ماشي. الملي قلنا جزء من 1000 جزء وبيتكتب 10 باور نيجاتيف سي ورمزه ام سمول. الله ده انا كده في دلوقتي عندي كذا ام سمول اهو. ما تخافش ماشي يا ولد. قال لك المايكرو يعني جزء من مليون فبيتكتب 10 باور نيجاتيف 6 ويبقى رمزه ام معوقه كده تحس ان هي مدلدله او ام مدلدله. طيب اخر حاجه النانو جزء من مليار جزء فبضرب في 10 باور نيجاتيف 9 ورمزها ان سمول. بص يا ابن الحلال عايز الدرس ده يخلص معاك لازم تحفظ دول. ما حفظتهمش يبقى انت هتعذب نفسك في الامتحان. طبعا الفيمتو 10 باور نيجاتيف 15 والبيكو 10 باور نيجاتيف 12 لكن دول المهمين. طيب بص بقى اي رقم في الدنيا هتلاقيه مكتوب بيبقى وراه يا اما رمز يا اما رمزين. خلينا الاول في الرمز. شوف يا ابني، شوف يا ابني، شوف يا ابني، لما يكون الرقم مكتوب وراه رمز واحد اكيد يبقى يونت على طول. اكيد يبقى يونت. يعني ايه؟ واحد من ال5 دول يبقى دي معناها 5 متر، 5 كلفن، 5 جرام. طبعا ال5 دي يعني جت بالصدفه ما اي رقم يعني. 5 امبير، 5 سكند. حلو كده؟
يبقى لو الرقم اي كميه بقيسها وكان الرقم وراه رمز واحد يبقى اليونت. طب لو الرقم وراه رمزين اكس وواي هقول لكم يعني ايه. اول رمز بيبقى باور او بريفكس، والرمز الثاني بيبقى يونت. فهمنا يا مستر؟ حاضر. 5 مم 5 مم 5 مام. ايه ده يا عم ده؟ تعال نشوف. انا مضطر اجيب صفحه تانية ولا بس مش مهم. طب بقول لكم ايه، خلاص انا مش محتاج دي عشان انا محتاج الايه السبوره. بص كده، يلا بينا. 5 مام 5 مام 5 مام 5 كوك. ايه ده يا عم؟ ايه القرف ده؟ تعالى نشوف. يلا يا باشا. مستر محمد رمضان بيقول لك اول ملمح ورا الرقم كام سيمبلز؟ 2. الاولاني باور واحد من دول، الثاني يونت واحد من دول. يلا بينا. يبقى ده لما اجي اقراه اقول ايه؟ 5 ملي متر. دايما اخرك يونت، دايما اخرك يونت. افتكروا كده، دايما اخرك ايه؟ يونت. ما هو لازم يكون في يونت. طب دي 5 دي ام كابيتال تبقى ميجا متر. طب دي 5 مايكرو متر. طب دي 5 كيلو كلفن. ده انا كده يا مستر فوجئت فعلا بحاجه. انا مش هعرف اقرا اي حاجه ولا هعرف احل اي مساله غير لما احفظ دول. فحضرتك انا هاجي على جنب جنابك هتوقف الفيديو، لازم تحفظ لي دور ورقه وقلم عشان اعرف اشتغل. جينا بعد كده المسائل كانت بتمشي ازاي؟ كان ليها انواع كتير. اول نوع كان لو عايز احول من ايه ده؟ لو عايز احول من باور ليونت او بريفكس اليونت. طيب ده النوع الاولاني وده كان نوع مباشر. جه قال لي ايه؟ انا هديك بس، انا كل اللي بعمله ده بفكرك، ولكن انت هتخلص الريفيجن يلا يا بطل خش على الفيديوهات اللي هوم وورك اللي هو ال5 ويكلي. اسمعوني انا بقول لكم بامانه، بعد الفيديو ده الصح خش على ال5 هوم وورك اللي هم الويكلي وال5 هوم وورك بتوع الوزاره. لقيت وقت كمل في بقيه الفيديوهات لكن دول اهم فيديوهات. جه قال لي ال5 كيلو جرام كام جرام؟ حاضر. ال5 ملي امبير كام امبير؟ مش عارف انا ليه بحب ال5. 5 عليه وفي الاخر رفدوك منه، مشوك من السن. 5 مايكرو كلفن كام كلفن؟ يلا بينا، يلا يا باشا صلي على النبي. اولا هنا باور، كده كده لازم يكون في يونت، فهنا في باور بس هنا في يونت بس. مستر محمد قال لما يكون جايب لي من باور ليونت بشتغل عادي. هو قال 5 كيلو جرام، يبقى اقول 5 في 10 باور 3 بس خلاص، وكده ابقى حولتها من كيلو جرام لجرام بس كده مستر. والله العظيم. طب يلا 5 ملي امبير، يبقى هضرب 5 في 10 باور نيجاتيف 3 ابقى حولتها لامبير. 5 مايكرو كلفن، يبقى 5 في 10 باور نيجاتيف كام؟ 6 ابقى كده حولتها للكلفن. فده كان اول نوع. يبقى اول نوع بشتغل بالجدول عادي، لو من باور ليونت اشتغل للجدول عادي. طيب النوع الثاني العكس، هجيبها من يونت تو باور. تعال نشوف. يونت تو باور يبقى انا كاني هقسم. طب ما انا بدل ما اقسم معكس الساين. يعني ايه؟ شفت الجدول اللي المفروض دلوقتي وانت شغال معايا في الريفيجن تبقى حاطه قصادك وبتبص عليه. قال لي 5 متر كام نانومتر؟ 5 كلفن 5 وفي الاخر مشوك كام؟ وهتمشي من كله خلاص. مايكرو كلفن ماشي. 5 سكند كام؟ جيجا سكند. يلا بينا. احنا كنا بنقول في الجدول اللي فات من نانو
بضرب في 10 باور نيجاتيف 9. طب انا عايز اروح لنانو، يبقى هقسم على 10 باور نيجاتيف 9. طب وانا لما اطلع حاجه من تحت لفوق مش بعكس الساين؟ يبقى هو الجدول بس هنعكس الساين. يعني هقول ال5 متر بتساوي 5 في 10 باور 9 متر، صح؟ طب ما صح، النانو ده جزء من مليار، يبقى المتر مليار جزء نانو، فانا عكست الساين. الله عليك يا حماده. طيب 5 كلفن كام مايكرو؟ انا من مايكرو كنت بضرب في 10 باور نيجاتيف 6. طب انا عايز اروح لمايكرو، يبقى هضرب في 10 باور 6. ايه اللي بعده؟ 5 ثواني، انا من جيجا كنت بضرب في 10 باور 9. انا عايز اروح لجيجا، يبقى هضرب في 10 باور نيجاتيف 9. وده كان النوع الثاني. يبقى النوع الثاني لو عايز احول من يونت لباور بعكس الجدول. طيب النوع الثالث، ما انت ما عندكش غير هما ال6 انواع. طيب النوع فين البيج؟ النوع الثالث لو عايز احول من، بص بقى، من باور ليونت باور 2 او باور 3. يعني عشان كده ساعات بعض المدرسين عشان ما يلخبطكش بيخلي كلمه باور بيكتبها بريفكس. هي تعال نشوف. 5 سنتيمتر سكوير كام متر سكوير؟ 5 علينا كام متر كيوب؟ كنا بنقول ايه؟ شيل الباور حول عادي حط الباور، شيل الباور حول عادي حط الباور. تعال نشوف. انت قول عايز تقفل الفيديو؟ اقفل الفيديو لولادنا عادي. يلا بينا. قلنا هنعمل ايه؟ شيل الباور حول عادي حط الباور. يعني ايه؟ انا عايز احول من سنتي ايه؟ متر لمتر. مستر محمد قال من سنتيمتر لمتر كنت بضرب فيه 10 باور نيجاتيف 2. حط الباور، يبقى من سنتيمتر سكوير لمتر ايه؟ سكوير. هخلي ال 10 باور نيجاتيف 2 ايه؟ مرتين، يبقى تساوي اضرب اللي بره في اللي جوه، يبقى 10 باور نيجاتيف 4. يبقى ده القانون اللي انا هشتغل بيه. يبقى ارجع بقى احل المساله. يبقى 5 سنتيمتر سكوير هتساوي 5 في 10 باور نيجاتيف 4، وابقى كده حولتها لمتر سكوير. يبقى تاني شيل الباور حول عادي وحط الباور. يلا بينا. قال لي 5 عليه سنتيمتر كيوب كام متر كيوب؟ يلا بينا. 5 علينا يا اخويا. قال لك هنشيل الباور. مستر محمد قال هنشيل الباور ونحول عادي. من سنتيمتر لمتر كنت بضرب في كام؟ في 10 باور نيجاتيف 2. حط الباور، يبقى من سنتيمتر كيوب لمتر كيوب هضرب في 10 باور نيجاتيف 2 كيوب. اللي بره في اللي جوه يبقى 10 باور نيجاتيف كام؟ 6. ارجع بقى حول. يبقى 5 سنتيمتر كيوب هتساوي 5 في 10 باور نيجاتيف 6 متر كيوب. طيب ده كان النوع الثالث. طيب اتوقع بقى النوع الرابع هيبقى من يونت لباور بس سكوير وكيوب. تعال نشوف. يلا بينا. ايه ده اللي انا بعمله ده؟ النوع الرابع من يونت لايه؟ لباور بس سكوير او كيوب. تعال نشوف. قال لي 5 متر سكوير كام سنتيمتر سكوير؟ يلا يا عم شيل الباور حول عادي حط الباور. يلا لسه قايل لك من متر لسنتي ايه؟ متر. احنا قلنا من سنتيمتر لمتر بضرب في 10 باور نيجاتيف 2، يبقى العكس من متر لسنتيمتر هضرب في 10 باور 2. خد بالك النوع الرابع هو النوع الثاني بس هنا في ايه؟ سكوير وكيوب بس. يبقى متر سكوير لسنتيمتر سكوير 10 باور 2 بس سكوير، يعني 10 باور 4. حل المسألة. يبقى 5 متر سكوير هتساوي 5 في 10 باور 4 سنتيمتر سكوير بس. 5 متر كيوب كام سنتيمتر كيوب؟ يلا بينا. الشمال اخرته وحشه او لا؟ ملهاش. هو دي حكمه ربنا، حكمه ربنا في الارض. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش والله. هتقع كلكم. يلا بينا. هنقول من متر
لسنتيمتر. شيل الباور، شيلته وحول عادي من متر لسنتيمتر بضرب في 10 باور 2. حط بقى الباور، يبقى من متر كيوب لسنتيمتر كيوب هضرب في 10 باور 2 كلها كيوب، يعني 10 باور 6. شكرا. يبقى 5 متر كيوب هتساوي 5 في 10 باور 6 سنتيمتر كيوب. بس خلاص. ده كان النوع الرابع. النوع الخامس اللي هو اسمه التحويلات الإيريجولار، الشاذة شوية. يعني ايه؟ ودي عايزك تحفظها عشان لو جات لك بكره. لو عايز احول من كيلو متر بير اور لمتر بير سكند، طبعا دي بتاعت الفيلوسيتي. ده النوع الخامس اللي هو الإيريجولار كونفرجن بقى. فكنت بضرب فيه 5/18. العكس، لو عايز احول من متر بير سكند لكيلو متر بير اور فكنت بضرب في 18 اوفر كام؟ اوفر 5. اللي بعده، لما اسمع كلمة في الدينستي، الصح اني بشتغل بالكيلو جرام بير متر كيوب. فلو جاب لي جرام بير سنتيمتر كيوب لازم احولها لكيلو جرام بير متر كيوب، فبضرب في 10 باور 3. دي كلها اسمها تحويلات شاذة. اللي بعده، الفوليوم. المتر المكعب بيبقى فيه 1000 لتر. حلو كده. يبقى من متر كيوب للتر بضرب في 10 باور 3. العكس، من لتر لمتر كيوب بضرب في 10 باور نيجاتيف 3. اخر حاجه الماس. لما يديني حاجه بالطن لازم احولها لكيلو جرام، فبضرب في 10 باور 3. دي اهم التحويلات اللي هتقابلنا في شغلنا. وفي الاخر جاب لك حاجه بالفيمتو بضرب في 10 باور نيجاتيف 15. البيكو بضرب في 10 باور نيجاتيف 12. كده تقريبا الحمد لله قلت لك اهم المهم في كل الشابتر. هنخش دلوقتي يا بطل على شابتر 2 تاني. هفضل اقولها اللي انا بعمله معاك دلوقتي، انا بفكرك بسرعه باهم المهم في كل المنهج. خد بالك المراجعه دي تعتبر مراجعه على نص المنهج. طيب انا هنا ما حلتش اسئله، يعني كنت بقى حاجه بسيطه كده، انما الاسئله لا يا بطل. تاني عشان خاطري هتتفرج بعد ما نخلص خالص على على كل الهوم وورك والويكلي اسسمنت. معاك حيل، معاك 30 فيديو على المنصه، اتفرج وربنا معاك. شكرا يا رجاله، ويلا نخش على شابتر 2. ويلا بينا يا بطل نراجع على شابتر 2. شابتر 2 كان درسين. الدرس الاولاني الفيلوسيتي، الدرس الثاني الاكسلريشن. جينا اتكلمنا على الفيلوسيتي، قلنا الفيلوسيتي ممكن تتقسم باكتر من تقسيمه. خليك فاكر، قلنا يا اما سبيد يا اما فيلوسيتي. هي كان ليها 3 تقسيمات، هرجع لك عليهم بسرعه. قلنا السبيد معناها كفرد ديستانس. خد بالك من الكلمه كفرد ايه؟ ديستانس in 1 second، يعني المسافه اللي بنمشيها في الثانيه الايه؟ الواحده. وخد بالك قلت لك انت كطالب ثانويه عامه خلاص مش هنمشي بالديستانس، احنا هنمشي بحاجه اسمها displacement، اللي هي دايما بتبقى ستريت ايه؟ لاين. cover displacement in 1 second. طيب عشان كده كان القانون ان السبيد بتساوي اهو distance على تايم، انما الفيلوسيتي كانت بتساوي طبعا هنا بنحط سهم displacement على تايم. طب الاثنين كانت اليونت متر بير سكند. طب ايه الفرق؟ قلنا واحنا خدنا واحنا بنشرح الديستانس دي نوعها سكيلر والتايم نوعها سكيلر. يبقى انا بقسم سكيلر على سكيلر فبتطلع سكيلر، يبقى السبيد نوعها ايه؟ سكيلر. وطالما السبيد نوعها سكيلر فدايما بوزيتيف. ليه؟ ما يهمنيش اتجاه السبيد، امشي يمين شمال فوق تحت دايما ايه؟ بوزيتيف. انما الفيلوسيتي لا، الديسبليسمنت فيكتور والتايم سكيلر. وانا لما بقسم فيكتور على سكيلر تطلع فيكتور،
وطالما الفيلوسيتي فيكتور يبقى في منها بوزيتيف وايه ونيجاتيف. وقلت لك اخر مره تسمع كلمه سبيد في حياتك كطالب ثانويه عامه علمي هي في الجدول ده. اما من النهارده لاخر السنه فكل شغلنا هيبقى فيلوسيتي. ده كان اول حاجه. طب يعني ايه بوزيتيف ونيجاتيف؟ انا ماشي بسرعه 2 متر بير سكند ناحيه اليمين. طب لو راجع ناحيه الشمال ما اقولش 2 بقى، اقول نيجاتيف 2. يبقى لو عملت اليمين بوزيتيف الشمال نيجاتيف، عملت فوق بوزيتيف اللي تحت نيجاتيف، وهكذا. طيب جينا بعد كده كانت التقسيمه الثانيه للفيلوسيتي. قال لك ان ممكن اسميها افريج يونيفورم فيلوسيتي ونون يونيفورم فيلوسيتي. ازاي يا مستر؟ قلنا التقسيمه الثانيه ممكن اسميها يونيفورم فيلوسيتي او نون يونيفورم فيلوسيتي. يا مستر هو انت هتقول الدرس كله؟ انت المفروض بتراجع، يعني ادينا اهم المهم. هم كانوا دروس سهله وصغننه فنقولها. الراجل ده بعد ثانيه مشي 5 متر، بعد ثانيه كمان مشي 5 متر، بعد ثانيه كمان مشي 5 متر، بعد ثانيه كمان مشي 5 متر. السبيد هنا 5 متر بير سكند، 5 متر بير سكند، 5 متر بير سكند، 5 متر بير سكند. السرعه هنا ما بتتغيرش، يبقى ماشي بيونيفورم فيلوسيتي. ايه اللي يثبت؟ قلت لك انه بيمشي ايكوال. ايوه قول displacement in equal times. طيب لو انا جيت عملت جراف هنا displacement وهنا ايه times. اهو ادي 1 2 3 4 5 هنا 5 10 15 20. يلا الراجل ده بعد ثانيه مشي 5 متر. طب بعد ثانيتين هيبقوا 10 متر، 3 ثواني 15، 4 ثواني 20. لو انا وصلت كده عملت ستريت ايه؟ طيب يبقى من اول النهارده لما الاقي ديسبيسمنت وتايم والاقي ستريت لاين يبقى الراجل ده قلنا ماشي ايكوال ديسبيسمنت ان ايكوال تايمز، يبقى يونيفورم فيلوسيتي. طيب الراجل الثاني مشي بعد ثانيه 5 متر، مشي بعد ثانية مشي 10 متر، ثالث ثانية مشي 20 متر. الراجل ده سرعته هنا كانت 5 متر بير سكند، لكن هنا 10 متر بير سكند، هنا 20. هنا سرعته بتتغير، يبقى نون يونيفورم فيلوسيتي. فلو انا جيت هنا عملت ديسبيسمنت وتايم كنت بلاقي المنظر عامل كده كيرف. ليه؟ لانه بيمشي on equal displacements in equal times. ودي كانت التقسيمة الثانية. التقسيمة الثالثة قلت لك اني بسميها اما instantaneous velocity او average velocity. من الاخر سرعتك في الثانية الواحدة اسمها instantaneous، سرعة الرحلة كلها اسمها average. اهو انا مشيت بعد ثانية واحدة 5 متر، تبقى سرعتي كام؟ 5 متر بير سكند. دي اسمها instantaneous velocity، سرعتي في اللحظة دي. طيب جيت بعد شوية مشيت 10 متر بعد ثانية واحدة، يبقى أنا سرعتي دلوقتي كام؟ 10 متر بير سكند. دي كده اسمها instantaneous velocity. بعد كده مشيت 3 متر في ثانية واحدة، تبقى سرعتي 3 متر بير سكند. قلنا دي اسمها instantaneous، دي اسمها instantaneous، دي اسمها instantaneous. جه قال لي لا أنا عايز سرعتك كل الرحلة كلها. يبقى أنا هشتغل على حاجة اسمها average velocity في بار. الافريج فيلوسيتي بتساوي توتال ديسبيسمنت على توتال ايه؟ تايم. يبقى دي 1 بلس دي 2 بلس دي 3 على تي 1 بلس تي 2 بلس تي 3. جينا قلنا ودي مهمة قوي في الجرافات يا اولاد، لما يعمل لي جراف بالمنظر ده مثلا ويقول لي ادي مثلا ديسبيسمنت ودي ايه؟ طيب اول ما يقول لي هات الافريج فيلوسيتي يبقى باخد اول نقطة واخر نقطة. يعني هنا 0 مثلا وهنا 10 وهنا 5، اقول والله الاسلوب هيساوي، فاكر دلتا دي على دلتا تي، يبقى دي 2 ماينس دي 1 على تي 2 ماينس تي 1. باخد اول نقطة واخر نقطة، 10 ناقص 0 على 5 ناقص 0 تطلع
2 متر بير سكند. دي كده الافريج فيلوسيتي. طيب لو جه قال لي هات الانستانتينيوس بعمل ايه؟ اولا الراجل ده ماشي يونيفورم، وانا قلت لك لما يكون الراجل ماشي بيونيفورم بتبقى الانستانتينيوس والافريج حاجه واحده. فهو لو جه قال لي مثلا هات ودي اول مره اقولها لكم، هات الانستانتينيوس فيلوسيتي في الثانيه كام؟ الثالثه ولا اي حاجه. الانستانتينيوس برضه هتطلع كام؟ ب2. ليه؟ لان طالما الراجل ده ماشي بيونيفورم انا هروح احسب الافريج بتاعت الرحله كلها هي الانستانتينيوس عند اي تايم. فدي كانت مهمه لما حليتها معاك في المعاصر، كان يجي يقول لي هات الانستانتينيوس عند الثانيه الثالثه، الاقي الثانيه الثالثه واقعه على ستريت لاين، اروح اجيب الافريج ما بين اول نقطه واخر نقطه، اقول والله الافريج طلع ب2، يبقى برضو الانستانتينيوس بكام؟ ب2، بس بشرط تكون يونيفورم. طب لو جابها لي كيرف اهو، ادي ديسبيسمنت وادي ايه طيب، وعامل لي كيرف برضه بقوم عامل ستريت لاين من اول نقطه لاخر نقطه واشتغل عادي خالص عشان اجيب الافريج. طيب لو عامل لي، ودي ما بيجيش، ديسبيسمنت وتايم وجا عامل لي كيرف، قال لي هات الانستانتينيوس مثلا عند الثانيه الثانيه، بنعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها تينجنت او تانجنت، واخد اي نقطتين من على التانجنت واشتغل عليها. مستر واحد يقول لي مستر ما انت قلتها بسرعه، انا مش جاي اشرح، انا جاي افكرك باهم المهم. جينا بعد كده اتكلمنا على الاكسلريشن، قلنا لما الراجل يغير سرعته يبقى عنده اكسلريشن، ما يغيرش سرعته يبقى ما عندوش اكسلريشن، وكده ولا كده لو بيغير سرعته بمقادير متساويه يبقى يونيفورم اكسلريشن. طيب بمقادير مش متساويه يبقى نون يونيفورم اكسلريشن. وقلنا خد بالك لما اسمع كلمه ان الفيلوسيتي بتزيد، ركز ابوس ايديك اعرف دي، وقلت لكم في الجزء ده في كام معلومه مهمه هقولها تاني هنا في الريفيجن لانها مهمه وهتساعدني في شغلي. اسمع ان الريفيجن ان الفيلوسيتي بتزيد يبقى الاكسلريشن دايركشن از ذا سيم فيلوسيتي دايركشن، الاثنين نفس الاتجاه، وبرده الاثنين هيبقوا سيم ساين يعني نفس الاشاره. اديني بقول اهو عشان ما تجيليش تحتاس بكره في الامتحان. طيب لو قال لي ان الفيلوسيتي بتقل هقول له بس طب يبقى الاكسلريشن دايركشن ديفرنت او اوبوزيت مين؟ الفيلوسيتي دايركشن. وطالما الاثنين مش زي بعض يبقى الاثنين ديفرنت ساين. اديني بقول طيب قلنا خد بالك كمان ملحوظه في شغلنا مهمه، اي مساله هسمع كلمه بادي starts its motion from rest، ايوه سامعك والله، يبقى الفي اي بكام؟ بزيرو. طب سمعت كلمه بادي come to rest يبقى الفي اف هي اللي بكام؟ بزيرو. الفي اي اسمها initial velocity، الفي اف اسمها final velocity. كمان معلومه تانيه، اول ما اسمع كلمه average velocity يا اما اقول total displacement على total ايه؟ تايم، يا اما اقول في اف بلس في اي اوفر 2 عشان خاطري يركز لان هتحتاجوا الويكلي اسسمنت اللي بيجي منه الامتحانات بتاعت مواقع الوزاره، القانون ده احتاجناه كتير جدا. طيب من ضمن المعلومات الهامه برضو اللي هنحتاجها في شغلنا وانت بتحل، المثلث ده لا غنى عنه، اللي هو مين؟ هنا الاكسلريشن، هنا التايم، هنا في اف ماينس في اي. لو طلب منك الاكسلريشن اما غطيها هتبقى في اف ماينس في اي اوفر تي. لو طلب منك التايم اما غطيها هتبقى في اف ماينس في اي اوفر اي. لو طلب واحده من الاثنين بقول والله الفي اف ماينس في اي بتساوي اف تي. طيب لو طلب مني الفي اف هودي دي بالبوزيتيف تبقى الفي اف ايكوال في اي بلس اي تي. طب لو طلب مني الفي اي اروح هنا بالبوزيتيف وادي دي بالنيجاتيف، هتبقى الفي اي بتساوي
في اف ماينس اي تي. اديني بقول لك كل حاجه عشان ما توجعش قلبي. برضو من ضمن الحاجات المهمه في شغلنا، لو جاب لي جراف زي ده، هنا مثلا ديسبيسمنت وهنا ايه؟ تايم، وجايب لي هنا الثيتا دي مثلا ب 60، السلوب اللي هو بيساوي الواي اكسس على الاكس اكسس. انا لما اقسم ديسبيسمنت على التايم بكام؟ بفيلوسيتي. طب اجيبها ازاي؟ اقدر اجيبها بقانون اسمه تان الثيتا اللي هي الزاويه دي. فانا لو جبت تان الثيتا ابقى جبت السلوب، والسلوب اللي هو صاحب الجراف. طيب كل دي معلومات مهمه جدا بتساعدنا في شغلنا، اديني بقول لك اهو. طيب ايه اللي بعده؟ بيقول لي الباتري اقل من 20%، مش مهم. يلا بينا اللي بعده. سمارت دي يا ولاد. تعالى بقى، قلت لك اهم الجرافات اللي ممكن تقابلك في الامتحان بكره. جايب لي هنا نفس اللي انا عملته في الحصه بعمله لك تاني اهو. يلا يا سيدي. مش انا وانا بشرح لكم عملت لكم 22 جراف، هعملهم لكم دلوقتي. يلا بالمره خلينا نخلص من دول برضو اهو. يلا بينا. مستر محمد قال احنا عارفين الفيلوسيتي بتساوي ديسبيسمنت على تايم. حصل يا مستر. فانا لما الاقي ديسبيسمنت على تايم تبقى فيلوسيتي، وده ستريت تبقى يوني فورم فيلوسيتي. ديسبيسمنت وتايم تبقى فيلوسيتي، بس ده كيرف تبقى نون يونيفورم فيلوسيتي. جيت قلت لكم وانا بشرح لكم في الحصه الستريت يونيفورم، الكيرف نون يونيفورم، الباراليل يعني زيرو، يعني هنا الفيلوسيتي بكام؟ بزيرو. طب ليه قلت الفيلوسيتي بزيرو؟ عشان ده بادي ات ريست اهو. as the time passes، مهما الوقت عدى الديسبيسمنت ما بتتغيرش، يبقى ده بادي ات ريست. هنا دي اسمها الكومبلكس جراف، هيبقى جايب كاتب لي هنا مثلا اي بي سي. اقول له والله الجزء اي بي ده يونيفورم فيلوسيتي، الجزء بي سي الفيلوسيتي بزيرو. اي بي سي يلا. الجزء اي بي الفيلوسيتي بزيرو، الجزء بي سي يونيفورم فيلوسيتي. خد بالك في اليونيفورم فيلوسيتي ما تقولش بوزيتيف ونيجاتيف، ممكن تقول دايركشن واوبوزيت دايركشن. هنا اهو اي بي سي ها دي. يلا بينا. اي بي يونيفورم فيلوسيتي، بي سي فيلوسيتي بزيرو، سي دي يونيفورم فيلوسيتي ان اوبوزيت دايركشن. اهو ادي كان 6 جرافات على الفيلوسيتي. تعال ناخد جرافات تانية على الاكسلريشن. بص يا سيدي، 1 2 3 4 5 يلا 6. ده بنخاف. يلا يا عم. فيلوسيتي وتايم، فيلوسيتي وتايم، فيلوسيتي وتايم، فيلوسيتي وايه وتايم، فيلوسيتي وتايم، فيلوسيتي وايه وتايم. احنا لسه قايلين ان لما اقسم فيلوسيتي على تايم بيدينا اكسلريشن. يلا بينا. مستر محمد رمضان لسه قايل لك اما الاقي فيلوسيتي وايه وتايم تبقى اكسلريشن، وده ستريت يبقى يونيفورم اكسلريشن، بس هنا بتزيد يبقى بوزيتيف. فيلوسيتي وتايم تبقى اكسلريشن، بس هنا بتقل تبقى نيجاتيف. فيلوسيتي وتايم تبقى اكسلريشن كيرف تبقى نون يونيفورم اكسلريشن، بتزيد بوزيتيف. نون يونيفورم اكسلريشن بتقل نيجاتيف. الباراليل يعني زيرو، يبقى الاكسلريشن بكام؟ زيرو. ليه؟ الراجل ده مهما الوقت عدى الفيلوسيتي ما بتتغيرش، يعني ماشي بيوني فورم فيلوسيتي، وطالما ماشي بيونيفورم فيلوسيتي يبقى الاكسلريشن بكام؟ بزيرو. الموضوع مترابط. طيب يلا. A B C D. A B uniform acceleration increasing. B C zero acceleration. C D uniform acceleration decreasing. صح ولا مش صح؟
اللي هي النيجاتيف. بالمناسبه دي ممكن اسميها اكسلريتنج ودي اسميها ديسيلريتنج. جينا بعد كده خدنا حاجه اسمها الدايركت جراف. بص كده لقيته عامل لي كده، ايه ده؟ هنا اكسلريشن وتايم، اكسلريشن وتايم، اكسلريشن وتايم. اما يكون جايب لي اكسلريشن وتايم ده اسمه الدايركت جراف. خد بالك فوق الزيرو بوزيتيف، تحت الزيرو نيجاتيف، على الزيرو بزيرو، فوق البوزيتيف، فوق الزيرو بوزيتيف، تحت الزيرو نيجاتيف. يلا بينا. الراجل ده مهما الوقت عدى الاكسلريشن ثابته، يبقى يوني فورم اكسلريشن نوعها ايه؟ بوزيتيف. هنا يوني فورم اكسلريشن بس نوعها ايه؟ نيجاتيف لانها تحت الزيرو. هنا زيرو اكسلريشن. خد بقى المفاجاه، هنا بوزيتيف وايه؟ ونيجاتيف. بس بص بقى الفرق، انت اول ما بتشوف ستريت لاين تقول تبقى يونيفورم يا ولا. ده لما كان جايب لك فيلوسيتي وتايم، هنا جايب اكسلريشن. بصوا كده، هنا قيمه الاكسلريشن بتتغير، تبقى نون يونيفورم اكسلريشن، ولانها فوق الزيرو تبقى بوزيتيف. هنا قيمه الاكسلريشن بتتغير، تبقى نون يونيفورم اكسلريشن، ولانها تحت الزيرو تبقى نيجاتيف. طيب تعالى ناخد مساله في الحته دي، طبعا دي اهم الجرافات اللي كانت بتقابلنا. تعالى ناخد مساله عليها. وتاني انا مهتم بالريفيجن بالذات لطلبه ثانيه ثانوي، افكرك بكل المهم في الشابترات. الاسئله 25 بفضل الله، ما حدش عاملها الا انا. 25 فيديو هم عباره عن حل اسئله. عايز مني ايه تاني؟ عيش وسيبنا عيش. تعالى نشوف مساله. لقيته جايب لي المنظر ده كده، وانا ما بكذبش، صدقوني الامتحان مش هيخرج من الويكلي اسسمنت والهوم ورك بتوع الوزاره اللي هما الخمسه وخمسه، 5 فيديوهات و5 فيديوهات. على فكره فيديو 10 دقايق. يعني انت لو اتفرجت على الريفيجن دي لعلمك ومش ملاحق تتفرج على اي حاجه، اتفرج على فيديوهات الويكلي والهوم ورك بتوع الوزاره، دول بيخلصوا. لقيته جايب هنا خلاص كاتب هنا فيلوسيتي وتايم وعامل لي الشكل ده كده. بيقول لي راجل ماشي بالجراف ده، من فضلك يا صاحبي من وانا لسه بحبي قول لي انه جراف بيعبر عن الموضوع ده. ده احنا محتاجين ايه؟ استنى بقى ثواني عشان ايه نعمل على اوسع. لا ده شغل واسع، ده على واسع. بص يا باشا، يلا بينا. تاني انا واحد يقول لي يا مستر طب المراجعه دي انت حضرتك عاملها لنا فري ومش عايز فلوس، يعني انت راجل طيب قوي. مش طيب، لا مش طيب، انا عايزك تجتهد، عايزك تخش بكره في الامتحان تقفلهولي، ده اللي يهمني. فاهمني؟ فالموضوع مش موضوع هنا دلوقتي، هي لعبه مش لعبه فلوس قد ما هي اثبات. انا عايزك تثبت لي نفسك. وكل سنه كل شهر هعمل لك الريفيجن دي، مش عايز منك اي جنيه، فري مع الباكج بتاعت الشرح عادي، بس تجيب نتيجه. انا عايزك تذاكر. يلا. لقيته عامل لي كده وكده و كده وكده. A B، خليها بقى لون تاني بقى. A B C D. يلا بينا. بيقول لي انه جراف من ده بيعبر عنه واحد من الاربعه دول. طبعا تاني انا هقولها بسرعه ليه. هتلاقي مدرس والله يقول لك هعمل ريفيجن، هتلاقيه يقعد يجيب لك 4 5 اسئله في الريفيجن كلها، من ضمنهم سؤال زي ده، ويقعد فيه ربع ساعه. اي هبل. احنا بمجرد ما نخلص ده خلاص هنخش على شابتر سريع على طول عشان ما نضيعش وقت. اولا قلت لك في الحصه وانا بشرح لما يكون الكيرف جاي لك كده هو فعليا منطقتين. الراجل ده نون يونيفورم اكسلريشن،
وده نازل يبقى ايه؟ نيجاتيف. طيب الراجل ده فيلوسيتي وتايم تبقى اكسلريشن وكيرف تبقى نون يونيفورم اكسلريشن، بس دي طالعه تبقى بوزيتيف. يبقى انا هختار من هنا كيرف يكون فيه بوزيتيف ونيجاتيف، وخد بالك يكون نون يونيفورم، وخد بالك يكون بدأ بالنيجاتيف وبعد كده بقى بوزيتيف. حاضر. اولا ده يونيفورم اكسلريشن ما يلزمناش بس وبوزيتيف، يونيفورم اكسلريشن ما يلزمناش بس نيجاتيف. بص بقى هنا نون يونيفورم ونون يونيفورم بس بدأ ببوزيتيف وبعد كده راح لنيجاتيف، ما يلزمناش. نون يونيفورم ونون يونيفورم بدأ بنيجاتيف وراح بايه؟ يبقى هو الاجابه دي. ساعات ممكن بالمره ممكن يجيب لك بدل الكيرف ده يرسمه ازاي. بص اعمل كده، بص يعملها لك كده، فانت تقول الله ما هو ادي نيجاتيف وادي بوزيتيف، بس استنى ده كده معناه ده يونيفورم اكسلريشن وده يونيفورم اكسلريشن، وهو ما كانش شغال بيونيفورم، ده كان شغال بنون يونيفورم. يلا بينا نرتاح شويه ونخش على شابتر 3، ويلا بينا مع اخر شابتر الحمد لله في سلسله المراجعه اللي هي كانت على شابتر 3. زي ما انت شايف المراجعه بفكرك باهم المهم ده لان خد بالك طبعا الحمد لله انت عندك ميزه مش موجوده، اللي هي انت عندك مخزون من الفيديوهات مع الفيديو ده عباره عن اسئله وافكار، فهي دي مسهله لي بصراحه شويه المره دي، ان انا بقيت دلوقتي كل بعمله ايه؟ افكرك بس بالدرس وانت خش مع نفسك في الافكار. يلا بينا مع شابتر 3. شابتر 3 لما جينا اتكلمنا عليه قلنا كان بيتكلم على الفورس. قلنا الفورس اي مؤثر، اي انفلونس change the state of the body. وقلنا في علم الفيزيكس الراجل بيهمني كام حاله؟ 2، يا اما at rest يا اما بيعمل motion in straight line with uniform velocity. لو الراجل غير الحاله يبقى الراجل عمل فورس. وقلنا الفورس بتتقاس بالنيوتن وبتتقاس بسبرينج بالانس. جينا اول حاجه خدنا اول قانون كان اسمه نيوتن، فاكرين؟ فيرست لو او اللو اوف انيرشيا، قانون الانيرشيا. قلنا كان بيقول ايه القانون ده؟ any body keeps its state، اي جسم بيحتفظ بحالته of ايه؟ rest or motion in straight line with uniform velocity unless الا اذا affected by an external force. طالما ما اثرتش عليه بفورس هيفضل زي ما هو. طيب جينا قلنا الماثيماتيكال فورمولا، يعني الصيغه الرياضيه السمشن اف ايكوال 0، معناه ان لو عندي جسم اثرت عليه فورسز كتير بس مجموع الفورس ده بزيرو هيبقى كأني مفيش فورس، فلو اترست هيفضل اترست، لو بيعمل موشن هيفضل يعمل موشن. طيب قبل ما اكمل جت كده سبحان الله جه سؤال كده على بالي، ما اعرفش، حاسس انه هيجي، ممكن يجي لك. لقيته عامل لي ازاي؟ بيقول لي ادي هنا ديسبيسمنت وتايم، وادي هنا فيلوسيتي وتايم، وادي هنا برضه ديسبيسمنت وتايم، وهنا فيلوسيتي وايه وتايم، وعامل كده. يلا بينا. بيقول لي انه جراف من دول لا يتبع نيوتن فيرست لو. احنا قلنا نيوتن فيرست لو معناه ان السمشن فورس بكام؟ بزيرو. طب يلا بينا. الراجل ده ديسبيسمنت وتايم وستريت لاين، يعني ماشي بيوني فورم فيلوسيتي، وطالما ماشي بيونيفورم فيلوسيتي يبقى الاكسلريشن بزيرو، وطالما الاكسلريشن بزيرو يبقى الفورس هي كمان بزيرو، وطالما الفورس بزيرو يبقى الراجل ده يتبع نيوتن فيرست لو. يبقى مش ده، هو قال لي في واحد من دول ما يتبعش نيوتن فيرست لو. حاضر. هنا الراجل ده as the time passes الفيلوسيتي ما بتتغيرش، يبقى برضو ماشي بيونيفورم فيلوسيتي، وطالما ماشي بيونيفورم فيلوسيتي يبقى الاكسلريشن بزيرو، وطالما الاكسلريشن بزيرو يبقى الفورس بكام؟ بزيرو. يبقى برضو ده مش تبعنا. ده اساسا بودي ات ريست، يعني الفيلوسيتي بزيرو، الاكسلريشن بزيرو، الفورس بزيرو. تعال بقى نشوف ده راجل ماشي بيونيفورم اكسلريشن، يعني الاكسلريشن ما بتساويش زيرو، دي ليها قيمه، وطالما الاكسلريشن ما بتساويش زيرو يبقى الفورس هي كمان ما بتساويش زيرو، يبقى الراجل ده لا يتبع نيوتن فيرست لو. يبقى انا هختار هو ده من الاجابه.
فهو هنا ادي برضو، ودي كل الاسئله دي موجوده عشان خاطر في فيديوهات الاسئله اتفرجوا عليها لو سمحت. تاني يا فرحتي انا فكرتك باهم المهم وانت ما اشتغلتش بالافكار دي، يبقى المراجعه ملهاش لازمه. طيب جينا بعد كده وقلنا طيب القانون ده ليه بيسموه انيرشيا؟ لان السبب في وجوده هي الانيرشيا. الانيرشيا معناها tendency of the body to keep its state، رغبه الجسم انه يحافظ على حالته. عشان كده قال لك عربيه كانت واقفه suddenly moves forward، ليه الباسنجرز بيرجعوا لورا؟ لانه كان ات ريست فعايز يفضل ات ريست، فهتقول due to inertia. العكس، عربيه suddenly stopped فالباسنجرز بيطلعوا لقدام، نفس الكلام due to inertia. لما بشد ورقه من تحت كوين، الكوين بتقع وما بيجيش معايا due to inertia. ليه بلبس السيت بيلت؟ to overcome inertia. كل دي اجابات inertia. ليه الصاروخ في الفضاء ما بيحتاجش يستهلك وقود؟ due to inertia. في الاخر كل اللي لازم تعرف، كل ما الماس بتزيد كل ما الانرشيا بتزيد. العلاقه بين الانرشيا والماس دايركت. اللي بعده جينا بعد كده اتكلمنا على نيوتن سكند لو. قلنا نيوتن سكند لو اسمه قانون المومنتم، لانه بيعتمد على حاجه اسمها المومنتم. المومنتم معناها كميه التحرك. اي جسم بيعمل موشن بيكسب حاجه اسمها مومنتم، بتعتمد على الماس والفيلوسيتي، فبتبقى اليونت كيلو جرام متر بير سكند. الماس سكيلر والفيلوسيتي فيكتور، يبقى المومنتم فيكتور دايما اتجاه المومنتم هو اتجاه الفيلوسيتي. هفضل اقولها لك كل شويه، اتجاه المومنتم هو اتجاه الفيلوسيتي. طيب النيوتن سكند لو بقى بيقول ايه؟ بيقول any force او الفورس that acting on a moving body بتساوي rate of change in momentum. ايه rate of change in momentum؟ ايه rate of change in momentum؟ يعني لو قسمت المومنتم بتاعت اي جسم بيتحرك على الزمن تدينا الفورس اللي خلته يتحرك. طيب انا عارف ان المومنتم بتساوي ام في، يبقى الفورس هتساوي، هشيل البي واكتب ام في، بس انا عارف ان الام كونستانت يعني ثابته ما بتتغيرش، تطلع بره، فهيبقى دلتا في على دلتا تي. طب ما انا عارف ان الدلتا في على دلتا تي ما هي الا الاكسلريشن، يبقى الاف ايكوال ام اي، وهي دي الماثيماتيكال فورمولا لنيوتن سكند لو. ملحوظه الماس سكيلر انما الاكسلريشن فيكتور، يبقى الفورس هي كمان فيكتور، ودايما اتجاه الفورس هو اتجاه الاكسلريشن. اديني بقول اهو. الطريقه الثانيه لنيوتن سكند لو بيقول لك ان اي جسم بيمشي باكسلريشن، الاكسلريشن دي بتبقى دايركتلي بروبورشنال مع الفورس، صح؟ كل ما الجسم يتزق بفورس اكبر هيجري باكسلريشن اكبر، وانفرسلي بروبورشن مع مين؟ مع الماس. لو عملت كروس مالتيبليكيشن تبقى الاف ايكوال ام اي، وهي دي الماثيماتيكال فورمولا اوف نيوتن سكند لو. جينا بعد كده قلنا العبد لله فرد الحديد وتناه. انا ممكن الم لك الليله دي كده لحد دلوقتي ان الاف ايكوال ام اي، صح مش صح؟ او ريت اوف تشينج ان مومنتم. كل المسائل اللي ممكن تجي لك مش هتخرج من اللي انا بقوله ده، او المومنتم ام في او اف في دلتا تي. طبعا خدوا بالكم ده هو ده اللي هو المومنتم بتساوي اف في دلتا تي. ليه؟ انا بقول اف دلتا بي ال على دلتا تي، لو عملت كروس مالتيبليكيشن هتبقى البي ال بتساوي اف في دلتا تي، اف في دلتا تي. والله 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 هي دي كل قوانين الجزء الخاص بنيوتن سكند لو. بس انا عايز امسك الحته بتاعت ان الاف بتساوي دلتا بي على دلتا تي. قلنا التايم ده موجود تحت انما الفورس فوق، يبقى العلاقه بين الفورس والتايم انفرسلي بروبورشنال. التايم ده اسمه العلمي تايم اوف كونتاكت، زمن التلامس حتى الوقوف، زمن التلامس حتى الوقوف. الاف دي اسمها العلمي كوليجن فورس. طيب فقلنا لما البيضه تقع على السيراميك اول ما تلمس السيراميكا بتقف، يبقى زمن التلامس قليل فبتبقى الكوليجن فورس كبيره
فالبيضه بتتكسر. انما لو البيضه وقعت على مخده بتاخد وقت على ما تقف، فيبقى زمن التلامس كبير، فالكوليجن فورس قليله، فالبيضه ما بتتكسرش. ده بجد. طيب بالمره سبحان الله انا افتكرت دلوقتي في قانون بيقول ان الاف اكتنج ناقص الاف فريكشن بتساوي الاف موفينج. يمكن انا قلته في الاسئله ما سمعتوش في الشرح، اديني بقول لكم اهو. يعني ايه؟ عندي المحرك بتاع العربيه بيعمل 200 نيوتن، وفي فريكشن فورس رمله في الارض 50 نيوتن، يبقى الفرق كام؟ 150. هي دي القوه المحركه اللي بتمشي بيها ال 150. ولو انا ما عنديش الاف موفينج بجيبها بقانون الاف ايكوال ام ايه، خليها في دماغك هتحتاجها. جينا بعد كده اتكلمنا على النيوتن ثيرد لو، ده كان اعبط واعبط. قال لك for each action there is a reaction equal in magnitude but opposite in direction. يعني لكل فعل رد فعل لازم يكونوا الاثنين قد بعض في القيمه وعكس بعض في الاتجاه، فلو واحده بوزيتيف تبقى الثانيه نيجاتيف. طيب وفي الاخر قلنا عشان يتقال ان عندي ايكوليبريم فورسز، قوتين الاثنين في حاله ايكوليبريم، لازم يكون في 4 شروط. ايه هم؟ تعال نشوف. قال لك اول حاجه يكونوا equal in magnitude، يعني الاثنين قيمتهم واحده. طيب تاني حاجه opposite in direction، يعني الاثنين عكس بعض. تالت حاجه يكونوا at the same line، يكونوا على نفس الخط. رابع حاجه يكونوا on the same body. لو عندي two forces اتطبق فيهم ال4 شروط دول، الاثنين دول بيلغوا بعض، فبيبقوا في حاله اسمها ايكواليبريم، متوازنتين، يعني بيلغوا بعض. ده كان اهم المهم بفضل الله في شابتر 3. زي ما انتم شايفين ما خدتش معانا وقت. لو سمحت تاني، طبعا الحمد لله كده خلصنا الريفيجن كلها. اهم المهم في شابتر 1 قلناه، اهم المهم في شابتر 2 قلناه، اهم المهم في شابتر 3. مستر دربنا على الاسئله حبيبي في الفيديو. يلا، ومعاك النهارده معاك حوالي 7-8 فيديوهات. ده ايه غير الويكلي اسسمنت والهوم بيرفورمانس، يعني معاك فوق ال 18 فيديو اسئله. يلا يا حبيبي بعد ما تتفرج على الفيديو المراجعه افتح يا حبيبي فيديوهات الاسئله، 5 ويكلي و5 هوم ورك بتوع الوزاره، ادي 10، وانا منزل لك 5 المعاصر ادي 15، و5 كلاس وورك ادي 20، و5 هوم ورك بتوع 25. فعندك حضرتك 25 فيديو ما بعملش فيهم غير اني بحل اسئله. فيلا يا شاطر توكل على الله، خش عليهم وربنا معاكم. شكرا يا رجاله.